بكم مشاهدينا الاعزاء عشاق تفسير الاحلام. معكم سما لتفسير الاحلام. الدم في المنام اكتر رمز بيخلينا نصحى مفزوعين، بس يا ترى الدم اللي شفتيه ده شفتيه فين؟ شفتيه على هدومك، ولا شفتيه بتنزفي، ولا شفت شخص تاني هو اللي بينزف؟ دايما الدم مش بيخوف ومش بيكون شر. في الفيديو ده هقولك امتى الدم يكون اذى، وامتى بيكون زوال هم، او ممكن يكون في كرب، او ممكن يكون جرح في المشاعر. طبعا اي حد عنده رؤية ومحتار في تفسيرها يكتبها لي تحت في الكومنت وانا هفسرها. هنبدأ بالدم. الدم ده لما بنصحى من النوم مفزعين وشفناه في المنام، طبعا دي حاجة بتقلقنا جدا. يعني لو شفت الدم بيخرج من جسمك، المنام ده بيدل على انذار، اما يكون في جرح في المشاعر، او ممكن يكون في خسارة في حياتك، او ممكن تكون اشارة ان في تعب جسدي. طبعا تفسيره بيبقى على حسب سياق الرأي وعلى حسب سياق الرؤية. ممكن لو انت متابعة رقية بيكون تخلصك من طاقة سلبية، او زوال هم. هنا لو شفت الدم من شخص تاني، لو شفت حد تاني تعرفيه وبينزف من الدم، ده معناه ايه؟ معناه انه ممكن يكون هو انسان ضعيف محتاج انك تقفي جنبه. ممكن مجروح في مشاعره، ممكن يكون في زعل قوي بينكم وبين بعض ومسبب جرح وانت اللي مزعلاه قوي. وممكن يكون غضب جواه مكتوم مش قادر يقول لحد، فالمنام جالك رسالة وإنذار. خلي بالك ممكن الشخص ده يكون أذتيه أو محتاج معاملة معينة، ممكن حد من أولادك أو من إخواتك ومش عارفين يعبروا، فلازم انت تنتبهي وتاخديه، يكون في احتواء أو حاولي تمتصي المشكلة. طبعا المنام بيجيلنا بتبقى فيها رسالة أو بشارة أو إنذار أو حل مشكلة، فلازم ننتبه جدا من أي رؤية زي دي نشوفها. يعني مثلا لو شفت الدم على هدومك، لو شفت الدم على هدومك او على الارض، لو على هدومك لو انت متجوزه بتبقى لها تفسير، ربما مشكله، ربما زوال هم. لو حد ممكن يكون علامه على حد حصل لك سبب واذاكي نفسيا، او ممكن يكون احساس بالذنب انك انت مثلا اذيتي حد قريب منك. الدم على الهدوم ممكن احساس بالذنب من اتجاه شخص انت اذيتيه نفسيا من غير ما تاخدي بالك. طبعا الدم كرمز للفرج، وأوقات بيكون تطهير للنفس، وأوقات بيكون خلاص من وجع وبداية حياة جديدة بعد تعب. زي ما الجسم بينظف نفسه من الدم، الروح كمان ممكن تكون بتنظفها في الحلم. يعني ممكن بيكون في زوال هم في المنام ذات نفسها، تطهير في المنام. الدم ده بيكون رمز قوي جدا، بس معناه الحقيقي بيتحدد حسب حالتك في المنام وعلى حسب سياق الرؤية، وانتي كنتي حاسة بايه وقتها. اكتبي لي حلمك في الكومنت وقولي لي الدم كان فين بالظبط، وكنتي بتنزفي فين، ولا حد تاني اللي كان بينزف، وانا هقولك الرسالة اللي وراها بطريقتي وبإحساسي. ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة، وان شاء الله منتظرة تعليقاتكم وكومنتاتكم، وان شاء الله انا هفسر لكم الرؤية بنفسي.